اسوريو مدرب نادي الزمالك الفتره اللي جايه هيدخل في كم مراحل كبيره جدا وكم تحديات كبيره جدا. واول التحديات دي، هل انت فعلا قدرت تطور اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك عشان يطبقوا خطه لعبك ولا لا؟ هل هتقدر تستفيد بالمعارين او الناس اللي رجعت لك من الاعاره والناس اللي رجعت لك من الاصابه ولا لا؟ هل هتقدر تستفيد بقطاع الناشئين وان انت تقدر تطعم بيه وتسد بيه احتياجاتك برضه ولا لا؟ خلينا ناخد كده كام لاعب بسرعه، وفي لاعب هو الاهم بالنسبه لي واللي انا عامل عليه الفيديو ده وهو اوباما. خليني بس اقول في البدايه ان الراجل زي ما بقول يشكر وليه كل الاحترام والتقدير انه لسه موجود في نادي الزمالك برغم المشاكل اللي موجوده في نادي الزمالك اللي هو كمدرب ليه فيها لا ناقه ولا جمل. بس زي ما بقول جمهور نادي الزمالك في الفتره اللي جايه مش هيقبل يكون يعني فيران تجارب او هيبقى حقل تجارب، لا، المفروض انت كمدرب اشكرك على ان انت قابلت بالوضع ده وان انت موافق على الوضع ده وان انت متحمل معايا الوضع ده، لكن في نفس الوقت انا برضو عايزك تفيدني. وخلونا نبتدي باوباما زي ما قلت لان هو الاهم بالنسبه لي وهو اللي انا بعمل عليه الفيديو ده كله اصلا. اوباما واحد من اللعيبه لما بيكون فايق وبيكون مركز بيقدم لك مستوى ولا اروع، وبيقدر يتحرك ما بين الخطوط برضه ولا اروع. ودي القطعه اللي ناقصه اصلا اسوريو في خطه لعبه او في اسلوب لعبه. اوباما هو القطعه اللي ناقصاه زي ما كان قبل كده فتوح هو اللي كان ناقصه او القطعه اللي كانت ناقصاه في الحاله الدفاعيه او في ناحيه خط الوسط وبناء الهجمه. اوباما هو القطعه اللي محتاجها او القطعه اللي ناقصاه في الحاله الهجوميه. فلو اوباما كان فايق وقدر يتحرك فعلا او يؤدي دوره اللي كان بيعمله دايما في التحرك ما بين الخطوط بشكل كويس، اوباما هيكون مفيد جدا للراجل ده وهيكون مفيد جدا لخطه نادي الزمالك. لكن اوباما لو كان على وضعه القديم اللي احنا شفناه اللي هو يوم في الطب ويوم في الارض، يبقى اوباما هيكون زي عدم. فانا اتمنى ان اللعيبه نفسها تكون حاسه بالجمهور وتأدي فعلا اللي عليها وتحاول ان هي تجتهد وتساعد المدير الفني ما تبقاش عبء عليه. لاعب تاني زي محمود علاء، طبعا فكره اوباما خلصناها وقلنا ان اللاعب هو القطعه الاهم او هو الورقه الاهم في المعارين، لو فعلا ادى اللي عليه هيكون ولا اروع. نروح لاعب تاني وهو محمود علاء. محمود علاء واحد في يوم من الايام كان من هدافين الدوري المصري على الرغم ان هو كان مدافع وكان من احسن مدافعين الدوري المصري، لكن الراجل قصر في حق نفسه وما طورش من نفسه الى غيره. لكن الفايده اللي انا بشوفها منه في النهايه ان انت هتقدر تعتمد عليه بدل ما بتعتمد على حمزه المسلوشي شويه وبتعتمد على عبد الشافي شويه في ان هو يلعب مساك وبتعتمد على ناس اصلا مش مراكزها في ان هم يلعبوا مساكين. فمع عوده الونش مع رجوع محمود علاء انا شايف ان خط دفاع نادي الزمالك هيكون متماسك اكتر من المواسم اللي فاتت. اللاعب الاخير بقى اللي انا شايف ان هو مش هيكون مفيد لنادي الزمالك وهو مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لو جيت بصيت او هو سوريو لما بيتكلم عن نفسه كتير بيقول ان هو بيلعب بخطه جوارديولا والكلام ده كله. لو جيت بصيت للاعب زي مصطفى شلبي، مصطفى شلبي ما بيتحركش غير في 10 متر بالطول وبالعرض، ما بيتحركش في اكتر من كده، ما بيتحركش في مساحات اكتر من كده. والفكر ده او فكره جوارديولا او فكره الخطه اللي سوريو حابب يلعب بيها، الراجل عايز يلعب باللامركزيه وتبادل المراكز والكلام ده كله. ومصطفى شلبي مش من اللعيبه اللي بتعمل ده او مش من اللعيبه اللي مفيده بده. الراجل هيستفيد منه ازاي؟ ممكن شايف له هو رؤيه مناسبه او هو طور من اللاعب او الله اعلم. ناس كتير بتشكر في مصطفى شلبي انه قبل الاصابه كان بيقدم مستوى جيد. انا بصراحه شايف ان مصطفى شلبي في نادي الزمالك او داخل نادي الزمالك ما قدمش ابدا اللي كان منتظر منه. هل الراجل بقى هيقدر يستفيد بيه او الراجل طوره؟ دي حاجه برده لسه هنشوفها. لكن زي ما بقول انا ما شفتش ان مصطفى شلبي ابدا لاعب مناسب للنادي الزمالك. زي ما قلت اوباما هكون لو كان فورمه وكان فعلا فايق هيكون هو القطعه او الراجل ان شاء الله هيلاقي ضلته فيه زي ما لقاها قبل كده فتوح. رجوع محمود علاء في الناحيه الدفاعيه هيكون افضل من انت كنت بتعتمد على باكات وناس مش مركزهم. مصطفى شلبي لو الراجل ما طوروش او اللاعب نفسه ما اجتهدش اظن ان هو هيكون زي الموسم اللي فات لاعب مش مفيد ابدا لنادي الزمالك او خطه لعب نادي الزمالك. زي ما قلت في بدايه الفيديو الراجل يشكر او الراجل ليه كل الاحترام والتقدير ان هو لسه موجود رغم كل المشاكل الموجوده في نادي الزمالك، لكن في النهايه احنا برضو عايزين نستفيد والجمهور عايز يستفيد وما يبقاش مجرد حقل تجارب بالنسبه لاي مدرب.